سل الله العافية، العافية في دينك وفي مالك وفي بدنك وفي ذريتك. وما سئل الله عز وجل بعد اليقين شيئا كما جاء في الحديث أعظم من العافية. الحقيقة حتى لو كانت قاسية فهي أحسن بكتير من الكذب. أحمق عنده خطة يكسب واحد عبقري ما عندوش خطة. مش عارف أقولها لك كنصيحة إزاي، ولكن أنا أحب أقول لك حاجة مهمة جدا. تمن إنك تنجح غالي. وإيه المشكلة؟ حول اي حاجه انت عايز تعملها لاسلوب حياه، مش لحاجه انت بتضغط على نفسك عشان تعملها لمده معينه وخلاص تسيبها بعد كده. فاذا كان حد عملها قبل كده يبقى انت احسن، لو حدش عملها يبقى انت الاول. الان في هذا العمر اذا تتعب ترى بعدين تلعب. فالواحد لما يفكر بهذا الاسلوب ما تقعدش تقارن بينك وبين حد، بتركز على هدفك. عشان كده الواحد لما بيجي يعمل ما بيعملش اللي يريحه، الواحد بيعمل الصح. الصح ما بيبسطش، الصح في الاول ما بيريحش، الصح في الاول ممكن يجيب مشاكل، الصح في الاول ممكن يخليك تتعب نفسيا وتخش في صراعات انت في غنى عنها، بس الصح في ختامه هيوصلك لنقطة انت ما كنتش متخيل انك تقدر توصل لها. خلي بالك الايام اللي احنا فيها دي اللي مش هيركز هيتفرم. أظنكم برب العالمين. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بعبدي ما يشاء. يقول الله أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء. الله سبحانه وتعالى ايش يقول؟ يقول أنا عند ظن عبدي بي. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا. بسبوسة ازيك؟ نعم. ايه الحلاوة دي؟ ايه السكر ده؟ عطاء الله على قدر حسن ظنك به، فلو دعاه صالح وعاص بنفس اليقين لأجاب. الله سبحانه وتعالى قال إن مع العسر يسرا، بعدين أكدها إن مع العسر يسرا. كل عسر بعد يسر بإذن الرحمن، كل كسر سيجبر بإذن الرحمن قريبا، كل ضيق سيزول وكل هم سيفرج عاجلا. فلا تخشى البدايات وشق. إن أكرمكم عند الله بيت أطول أحسنكم